السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلنا دلوقتي عارفين وواعيين للأزمة اللي موجودة حاليا، وهي أزمة الدولار مقابل الجنيه المصري اللي قيمته بتقل كل يوم عن اللي بعده، وكل يوم تلاقي الدولار بسعر مختلف. في المواقف دي الإنسان بيصنع الأمجاد والنجاح وتحقق الأحلام. بالظبط زي ما سمعت كده، ومش بضحك عليك ولا حاجة. دايما الناس بتقول لك فكر بره الصندوق، وانا في الفيديو ده هخليك تفكر بره الصندوق وتشوف الموقف من جهة تانية تصب في مصلحتك. انا في الفيديو ده هتناول معاكم شوية نقط زي هل الأزمة دي هتأثر علينا كشباب بالسلب ولا بالإيجاب؟ إزاي تركب الموجة؟ وإزاي تخلي الأزمة دي عامل نجاح ليك؟ وآخر نقطة، أسافر ولا أقعد في مصر؟ قبل ما نبدأ الفيديو بس ما تنساش إن أنت تعمل لايك واشتراك، ويلا نخش بالفيديو. أول نقطة وهي هل الأزمة دي هتأثر علينا كشباب بالسلب ولا بالإيجاب؟ بص، عايزك تتخيل إنك موجود في جزيرة لوحدك، والجزيرة دي محاطة من الأربع جوانب بالمية معروف طبعا، ومفيش عليها أي حياة. أنت واحد من اتنين في الموقف ده. الأول هو الاختيار السهل، ده شخص هيقعد في الجزيرة دي ويقضي عمره اللي فاضله بيحاول يعيش يوم بيومه، اللي هو يوم يطلع يصطاد ويبقى مبسوط، ويوم ياكل بواقي الأكل أو شوية فاكهة من على الشجرة وهي ماشية. أما النوع التاني أو الشخص التاني ده الاختيار الصعب، فهو الشخص اللي هيدرس الموضوع ويشوف هو عايز ايه. انا عايز اعيش اليوم بيومه ولا عاوز ادور واشوف الدنيا بره الجزيرة دي عاملة ايه. وساعتها هيبدأ يخطط، واول حاجة يعملها هو انه هيصنع مركب يحاول يطلع بيه بره الجزيرة دي. وكذلك الامر ينطبق عليك انت كشاب دلوقتي. عايز ايه؟ انت عايز تقضي اليوم بيومه وتمشي دنيتك؟ ما تقلقش، الموضوع بسيط وهتعرف تعمل كده. اما لو عايز تطور من نفسك وتحاول تخطط وتخرج من الازمة دي، هيكون انت اللي معاك الحل برضه. وفي بقية الفيديو هعرفك ازاي تشتغل على الاختيار التاني وتطور من نفسك ومن دخلك. اما النقطة التانية وهي ازاي تركب الموجة وتعرف تنجو من الازمة دي. تعال نرجع تاني لمثال الجزيرة. انت كده قررت انك هتخرج من الجزيرة دي اللي هي الازمة الحالية، وهتحاول تصنع مركب. انت دلوقتي صنعت المركب بتاعك، ابحرت بيه، وفجأة الجو قلب عليك والموجة علت. ودي الصعوبات اللي هتواجهك في تحقيق حلمك، ويا تغرق وتموت تحت المية يا تنجو وتعرف تركب الموجة دي. وده بالظبط نفس الموضوع بالنسبة لك في الأزمة دي. هي موجة كبيرة، ويا تعرف تركب الموجة اللي هو تنجو من الأزمة دي، يا تغرق في المية وساعتها مش عارف هتكمل حياتك ازاي بصراحة. طيب، هتقولي ازاي اركب الموجة؟ اقول لك في حلين ممكن تعملهم. الحل الأول وهو يكون من خلال الجنيه المصري العادي، واللي هو حل تقليدي يمكن أي حد فكر فيه. اللي هو أنت هتحاول تزود دخلك من خلال إنك تشوف مصدر دخل تاني بجانب دخلك الأساسي، سواء بقى شغلانة تانية أو أي طريقة تانية. وده حل ما انصحكش بيه لأن الجنيه كل يوم بيقل. أما الحل التاني وهو إنك تعمل لك مصدر دخل جديد بالدولار. ايوه، لازم تشتغل بالدولار، وده طبعا افضل حل لانك ببساطه كده مش هتتاثر بالزياده دي، لا دي كمان هتبقى من مصلحتك. انت كده كده دخلك بيزيد مش بيقل، ده على عكس الدخل معتمد على الجنيه المصري اللي كل يوم بيقل. طيب، هتقول لي ازاي اعمل دخل بالدولار؟ بص، انا هقول لك. هو في برضه حل من الاثنين. الاول وهو انك هتشتغل مع شركه خارجيه ريموتلي، يعني من البيت، وده ساعتها انت هتقبض بالدولار، وهنا هيكون قبضك عالي جدا، وده مستوى بروفيشنال، وفي ناس كتير جدا شغاله بالموضوع ده. تقدر تبحث عليه على لينكد ان او اليوتيوب، هتفهم اكتر عن الموضوع ده. اما الطريقه التانية وهي انك هتقدم سيرفيس او خدمه على الانترنت، وده من خلال انك هتتعلم مهارة، وبعدها تشوف حد اجنبي يتقدم له خدمتك مقابل طبعا مبلغ متفق عليه بينكم انتوا الاثنين. طيب، هتقول لي اشمعنى واحد اجنبي؟ يعني هقول لك عشان هو ده الوحيد اللي هيديك بالدولار، معروفة يعني. ده العملية دي كلها حاجة تسمى بالفريلانسر، ودي بتبقى متوفرة على مواقع الانترنت كتيرة، ومن اشهرها موقع اسمه فريلانسر، ابورك، فايفر، ودي شوية مواقع أجنبية. وفي برضو مواقع عربية زي خمسات ومستقل، وفي طبعا مواقع كتير أنا ما ذكرتهاش دلوقتي. طيب، ايه الخدمات اللي ممكن تقدمها؟ سؤال. بص، من الاخر كده اي حاجة تقدر تعملها ممكن يكون في حد محتاجها، ده مش ممكن، ده اكيد. سواء بقى كتابة محتوى، تحليل بيانات، مونتاج، برمجة، تصوير، موشن جرافيك، تصميم، في مجالات كتير جدا. انا عايزك بس تخش على اليوتيوب وتكتب فريلانسر، ابحث عن موضوع هتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم عنه ببساطة، تشوف ساعتها انت ميال ليه اكتر وتبدأ فيه. بعد كده بقى ننتقل للنقطة الثالثة، وهي ازاي تخلي الازمة دي عامل نجاح بالنسبة لك. شوف، طبعا انت اكيد سمعت او شفت حد قريب منك، او انت ممكن تكون قلت لنفسك مرة واحدة كده تصدق ان الاوضاع اللي احنا فيها دي غيرت تفكيري في حاجات كتير جدا. اكيد حصلت معاك، او جه حد قصادك قبل كده قال الكلمتين دول، لانك ببساطة انت واقع حاليا في مشكلة،
فانت عقلك بيحاول يشتغل ويشوف حلول كتير، ودايما بتحاول تفكر بره الصندوق. واكيد اقتنعت ان فكره انك تتخرج وبعد كده تتوظف في وظيفه محترمه تقبض لها 5 او 6000 دي بقت فكره ما تنفعش، ولازم دلوقتي تفكر بواقعيه شويه وتنسى الكلام ده. واكيد ايقنت انك ما ينفعش تكتفي على بلدك بس، ولازم تتفتح على الثقافات المختلفه اللي مش هتتم غير بالانجليزي. بالظبط كده، انت اكيد مش موجود دلوقتي في 2024 وفي الظروف دي وما تيقنتش ان الانجليزي ده بقى مفتاح لكل الابواب الخارجيه اللي هي بره الصندوق. فانت اكيد المشكله دي خلت تفكيرك ومعتقداتك تتغير، وده اللي نقدر نسميه التاثير الايجابي على النفس، لانك غيرت من نفسك وطورت من شخصيتك. اما النقطه الرابعه وهي اسافر ولا اقعد في مصر، بصراحه النقطه دي مركز للجدل كتير جدا، لان اغلب اللي حواليك دلوقتي او المجتمع كله متوجه ناحيه السفر، وكله بيقول لك سافر سافر، وده ممكن يخليك تفكر شويه في الموضوع، مع ان ممكن تكون انت اساسا كنت رافض الفكره دي، ان انت اساسا شخص عادي يعني ما بتحبش السفر. مش كل الناس بتحب السفر يعني، عادي طبيعي. بس بقى لما لقيت الناس كلها اجمعت على الموضوع ده اللي هو كله بيقول لك سافر سافر سافر، فانت اكيد لما لقيت الناس كلها بتفكر في الموضوع ده فبدات تفكر فيه. بس انا جاي اقول لك غير كده خالص. بص، انت لو مشيت على النقط اللي فاتت دي وبقى عندك دخل بالدولار والدخل ده محترم ومستقر، صدقني العيشه في مصر هتكون عاديه بالنسبه لك ومش صعبه ولا حاجه، لانك زي ما قلت لك انت هتكون دخلك بالدولار، يعني الزياده اللي بتحصل دي هتبقى في صالحك، انت فوق الموجه ما تنساش دي. او انك شخص عايش في مصر عادي جدا، قبضك محترم جدا وظابط الدنيا معاك، او مفيش اي تاثير عليك، فانت في النقطه دي ليه تتغرب؟ اظن ساعتها ان مصر وبلدك احسن لك بكتير. اما لو انت ما معكش اي حاجه في اللي انا قلتهم لك في الفيديو ده، اللي هو دخلك مش بالدولار، فهنا ممكن الموضوع يبقى صعب عليك جدا، لانك تحت الموجة. في الموقف ده هتحاول يبقى عندك مصدر دخل بالدولار او تسافر، لانك هتبقى محتاج انك تدخل بلد عملة صعبة، وهنا ساعتها هتقدر تطلع فوق الموجة تاني والدنيا تبقى مظبوطة معاك. وفي الاخر دي كانت شوية افكار ومعتقدات شخصية بالنسبة لي تقدر تعمل بيها او لا. ودي كانت نهاية الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وتقول لي رأيك في الكومنتات، واشوفك في فيديو جديد. سلام.